إكسبريس FM تزيد في القيمة. اللي حاصل اليوم كثير من المستثمرين حتى التوانسيين في يستثمروا في الخارج. هذه مشكلة كبيرة معناها إذا يهزونا معناها يسموها تحول الاستثمار في الخارج. ولذلك في الميزانيه نتاع 2016 ثم امتيازات للمستثمرين التوانسه في الخارج ينجموا يجوا يستثمروا في تونس في اعفائهم بعض الضرائب وبعض معناها واعطاهم بعض الامتيازات في مجله الاستثمار اللي بصدد الان نراجعوا فيها كذلك امتيازات للتوانسه بالخارج. كذلك في المجال البنكي قاعدين نحكيوا مع البنك المركزي اللي اعطى التوانسه جمله من الامتيازات في المعاملات البنكيه. لكن مشكلتنا الكبيره ما عندناش بنك تونسي قوي في الخارج يكون هو قاعده معناها التفاعل مع التوانسه الموجودين في الخارج ويعطاهم امتيازات من خلال التعامل البنكي. هذه كلها مواضيع تحتاج الى خدمه والى تطوير. ان توكا تاكد لنا انه في ميزانيه الدوله 2013 فما حوافز للاستثمار بالنسبه للكفاءات التونسيه بالخارج معناتها. بالنسبه للتوانسه في الخارج بالنسبه للتوانسه في الخارج فما حوافز للاستثمار. وقلت مازالت فما المشاورات مع البنك المركزي بالنسبه للتعامل مع البنوك، تحويل الفلوس وايجاد امتيازات للتوانسه واعفائهم مثلا في وجود معناها فتحان معناها في مساله معناها فتحان هنا يعني حسابات بنكيه بالديفيز يعني بالعمله الصعبه دون ما ينجموا يرجعوها. يعني بس اجراءات عندنا حوالي 8 نقاط قاعدين نفعلوا فيها. تحتاج تبدا اولا من تخفيف من كلفه تحويل المال لكل التوانسه الموجودين في الخارج اللي احيانا لقينا فيها معناها من طرف مؤسسات معروفه هي اللي شاده فيها معناها المونوبول ومستعملتها. حابين ترفع المونوبول ولا ترفع هذا الاحتكار نجم تقول ونفتحوا باش تتخفف شويه في طاقه المنافسه. وهذا يتطلب شويه وقت. إكسبريس FM تزيد في القيمة.